بكرة هتعرف قيمة النادي الأهلي، وهتعرف قيمة الفريق اللي انت بتدربه لما تشوف الجمهور اللي هيتشجع بكرة النادي الأهلي في الاستاد. واعتقد ان دي اول مرة هتشوف فيها النادي الأهلي من سنين، والمدرجات شبه مكتملة. فده حاجة كويسة للكوتش كولر، ان هو بكرة يعرف او يشوف النادي الأهلي، الفريق اللي بيشجعه بالملايين في مصر وأفريقيا. فدي حاجة كويسة. لكن رسالة الكولر ان بكره لازم الماتش ياخده على مراحل. اول ربع ساعة لازم ضغط عالي من النادي الاهلي، لازم النادي الاهلي يمسك كورة ويحاول يهدف، لازم يركز مع لعيبته ويهدي لعيبته. ان الجون لو ما جاش في اول ربع ساعة، اللعيبة ما تستعجلش، واللعيبة ما تضغطش، واللعيبة اعصابها ما تروحش. ان الماتش لسه فيه 90 دقيقة، ولازم النادي الاهلي ينوع لعبه من العمق والاطراف. وان شاء الله بكره يبقى ماتش جيد واحسن ماتش الكرة مع النادي الاهلي.